السلام عليكم. في الفيديو ده هنتكلم عن المعايير التصميمية الخاصة بتصميم الرايت تيرن المفصول بجزيرة. عندي حالتين، الحالة الأولى إن الرايت تيرن هنا عبارة عن جزء من دايرة أو منحنى، فهنا بنقول إن ده عبارة عن كيرف رايت تيرن، وهنا ستريت رايت تيرن عبارة عن إيه؟ عن مسار مستقيم بالشكل ده. يبقى عندي حالتين أساسيين، عندي اللي هي الكيرف وعندي المماسي. طيب الكيرف عندي منه انواع، ليه؟ لان انا عندي الراديوس ممكن يختلف بالنسبه للكيرف. عندي هنا منحنيات ممكن الراديوس بتاعها يبدا من 15 وينتهي لحد 150، لكن المماسي ده حاله واحده بس. تمام. طيب قبل ما ندخل الجدول ده ونشوف احنا ازاي بناخد منه القيمه او بنحدد الخانه اللي احنا محتاجينها وناخد منها العرض بتاعنا، احنا عايزين نتكلم عن الحالات اللي احنا ممكن نصمم بيها الايه الرايت تيرن المفصوله بجزيره. الحالة الأولى إن أنا أعمل رايت تيرن عبارة عن حارة واحدة وزاوت شولدر، حارة واحدة بس تسمح بمرور مركبة واحدة فقط. تمام. الحالة التانية هي عبارة عن حارة واحدة برضو، لكن في شولدر يسمح إن لو في مركبة متوقفة أقدر إن أنا أتخطاها وأكمل في المسار بتاعي. الحالة التالتة هي إن أنا يكون عندي الرايت تيرن عبارة عن حارتين. لو نلاحظ هنا الحالات بتاعتي، كل حالة أنا حاطط هنا فيه سهمين، سهم بيشير لنصف القطر الداخلي اللي هو الار اي، وسهم بيشير لنصف القطر الخارجي اللي هو الار او، او الاوتر راديوس والانر راديوس. الانر راديوس ده هو اللي انا هعتمد عليه في ايجاد القيمه بتاعتي. حتى احنا لو رجعنا هنا للجدول ده هيقول لي نصف قطر الحافله الداخليه، يعني هو بيتكلم عن الار اي اللي موجود عندي او نصف القطر الداخلي ده. طيب يبقى دول الثلاث حالات اللي موجودين عندي، ان انا اعمل حاره بتسمح بمرور مركبه واحده، او ان انا اعمل حاره وجنب الحاره دي شولدر يسمح بتوقف مركبه، مثلا حصل عطل في مركبه ولا حاجه فبتقف هنا للصيانه واقدر ان انا اتخطاها. والحاله الثالثه ان انا اعمل الرايت تيرن عباره عن حارتين. طيب العروض بتاعتي بتاع الحارات دي بنحددها ازاي؟ طبعا هنرجع هنا للجدول. الجدول هنا بيقول لي ايه؟ بيقول لي اول حاجه انت لازم تحددها نصف القطر الحافه الداخليه اللي هو الار اي. انا عندي من 15 ل 5 سوري ل 150، عندي من 15 ل 150 انصاف اقطار مختلفه بالشكل ده، 15 25 35 45 لحد 150. تمام كده. وعندي هنا اهو دي الحاله الاولى اللي احنا اتكلمنا عنها. الحاله الاولى عباره عن تشغيل مسار واحد باتجاه واحد بدون توفير امكانيه التجاوز، هي حاره واحده بس بتسمح بمرور مركبه واحده فقط. الحاله الثانيه اللي احنا لسه برضو كنا شفناها دلوقتي هنا، الحالة التانية دي عبارة عن إيه؟ عبارة عن مسار واحد باتجاه واحد، لكن موفر إمكانية تجاوز مركبة متوقفة. يعني هنا لو دي مثلا مركبة واقفة فيها عطل، إحنا نقدر نتخطاها. الحالة التالتة وهي تشغيل مسارين باتجاه واحد زي ما إحنا شايفين كده. كل حالة من الحالات دي هنلاقي فيها ألف وب وج. ألف وب وج. ألف دي خاصة بالباسنجر كار، اللي هي لو أنا بصمم الحارة بتاعتي دي تسمح بمرور الباسنجر كار بس، اللي هي السيارة الملاكي اللي هي النوع ده من المركبات. الحالة التانية أو الخانة رقم ب اللي هي بتسمح بمرور السنجل يونت كار اللي هي دي. الحالة التالتة اللي هي ج اللي هي بتسمح بمرور الويل بيز كار أو الويل بيز فيكل أو الويل بيز تراك اللي هي دي. دي عبارة عن الباسنجر كار السيارة الملاكي، ودي السنجل يونت عبارة عن سيارة عبارة عن حاجة واحدة، لكن هنا دي عبارة عن سيارة مقطورة، فدي بنسميها الويل بيز تراك، وهنا السنجل يونت تراك، وهنا الباسنجر كار بتاعي. طيب يبقى أنا دلوقتي عشان ابتدي احدد النصف القطري بتاعي ده، سوري، احدد الويتس بتاع الحاره بتاعتي. الاول احدد هل هي حاره واحده، يبقى انا هبتدي ادخل على الخانه دي. طيب الحاره الواحده دي خاصه بالباسنجر كار، يبقى نشوف نصف القطر بتاعنا كام. نصف القطر بتاعنا 45، يبقى هنا العرض بتاعي كام اهو 4.25. طيب لو هي سنجل يونت يبقى 4.75.
طب لو هي الويل بيز او الدبليو بي هنختار هنا الخمسة 25. طيب لو انا عندي دخلت بقى للحالة التانية، الحالة التانية يعني احنا بنتكلم في مسار شغال وجنب منه حارة راكن فيها مركبة متوقفة. تمام كده، يبقى عندي مسار واحد شغال برضو، لكن في إمكانية لتجاوز ايه مركبة متوقفة. هنلاقي هنا برضو ايه العروض بتاعتنا، احنا بنحدد بس الراديوس ونحدد الحالة بتاعتنا. هل احنا بنصمم اللي هي الباسنجر العرض الخاص بالباسنجر كار، ولا السنجل يونت، ولا الويل بيز؟ طيب دلوقتي الحالة الثالثة نفس الكلام. الحالة الثالثة عندي حارتين، هل هي برضو الحارتين بتوعي دول خاصين بالباسنجر ولا السنجل يونت ولا الويل بيز؟ وبرضو بنحدد نصف القطر بتاعها. لو نلاحظ هنا، انا الطبيعي ان انا عرض الحاره عندي كام؟ 3 متر و60 سنتي، وهنا دي احنا بنتكلم على باسنجر كار. هو ليه حاطط هنا 55 او 5 متر ونص؟ المفروض ان هو يديني 3 متر و60. لا، مش هيديني 3 متر و60، ولو حتى المسار بتاعي مش كيرف، لو حتى المسار بتاعي ستريت هيقول لي 3 75، هيزود بس 25 سنتي. لكن هنا ليه اداني 5 متر ونص؟ اداني 5 متر ونص لان الحاره اللي هو بيستخدمها للباسنجر كار هو بيصممها على اساس انها تعدي باسنجر كار وتعدي كمان السنجل يونت كار. حتى هنا في الايه، في الملاحظات بتاعته اهو، هنا بيقول ظرف المرور رقم ألف، الحالة ألف، المركبات السائدة، المركبات اللي المفروض إنها تعدي عليه هي الباسنجر كار، لكن هو بيدي الاعتبار إن ممكن تعدي الشاحنة المفردة أو السنجل يونت على نفس المسار، فبيديها عرض أكبر يسمح بمرور الباسنجر والسنجل يونت. الحالة ب هي خاصة بالسنجل يونت، بس هو بيديها إمكانية إنه ممكن السنجل يونت تعدي عليها، وكمان القاطرة والمقطورة أو الويل بيز تعدي عليها. الحالة الثالثة أو الحالة ج هي خاصة بالشاحنات اللي هي قاطرة ومقطورة أو الويل بيز، فهو برضو بيديها العرض بتاعها يسمح بمرور اتنين ويل بيز جنب بعض. حلو الكلام. يبقى احنا دلوقتي اتكلمنا عن الثلاث حالات بتوعنا بالشكل المطلوب. خلاص كده. طيب هنيجي عند نقطة تانية مهمة، ايه هي؟ هنا طبعا لو انا عندي الجزيرة دي عبارة عن جزيرة ترابية، وهنا مفيش عندي برضو شولدر ولا أي حاجة، دي الحالة اللي هي الأولى. تمام. أو الحالة اللي ظاهرة عندي أهو، ده الشكل اللي أنا بتكلم عليه. هنا مفيش عندي جزيرة وسطية، هنا ما عنديش أرصفة. فهي الفكرة كلها إيه؟ الفكرة كلها هنا إن هو بياخد العرض من الجدول مباشرة في الحالة دي. لو أنا ما عنديش هنا رصيف أو جزيرة وسطية وما عنديش هنا رصيف، ما عنديش هنا بردورة تحجز الجزيرة هنا أو الميديان هنا، وما عنديش هنا برضو بردورة تحجز الرصيف، يبقى هو بياخد هنا القيمة بتاعة الجدول مباشرة. يعني إيه بياخد القيمة بتاع الجدول مباشرة؟ يعني مثلا أنا شغال في الحالة مثلا جيت عند الراديوس بتاعي اللي هو الراديوس 35. تمام. وأنا شغال في حالة الحالة التانية راديوس 35، وشغال في الحالة التانية وبصمم مسار خاص بالباسنجر كار. يبقى أنا على طول أول ما أروح ألاقي ما عنديش لا بردورة يمين ولا بردورة شمال، ما عنديش جزيرة، ما عنديش رصيف، باخد القيمة دي بشكل دايركت وبقول هو ده عرض الإيه؟ عرض المسار بتاعي اللي أنا محتاجه. طيب الحاجة التانية، لو أنا عندي مثلا هنا مثلا في كيرب ستون في الجهه دي وما عنديش كيرب ستون في الجهه دي، يعني هنا هو عمل جزيره وحط لها كيرب ستون، جزيره وحط لها بردوره. تمام كده، فانا بسيب من البردوره نص متر 50 سنتي، وبعد كده ازود عليه القيمه بتاعتي. يعني انا برضو لو جينا رجعنا لنفس الحاله بتاعتنا وجينا قلنا احنا بنصمم إن الطريق بتاعنا عبارة عن مسار واحد مع إمكانية التجاوز لمركبة متوقفة، يعني مسار وفي شولدر جنب منه، وأنا شغال على الحالة الراديوس بتاعي 35. فأنا هاخد الستة متر بتاعتي دي وأزود عليها نص متر. ليه؟ لأن أنا عندي بردورة، عندي بردورة في الاتجاه ده، أو عندي كيربستون في الاتجاه ده اللي هو في الاتجاه ده. فأنا بسيب من الكيربستون نص متر، وبعد كده باخد العرض بتاعي، يبقى الستة متر هزود عليها نص متر في اتجاه البردور. وده شكل الحالة بتاعتي. هنا مثلا عندي ادي الطريق او المسار بتاعي عبارة عن حارتين، بس هنا في زي جزيرة، هنا ما كانش فيه جزيرة،
تمام، ما دام هنا في جزيره يبقى عمل كيرب ستون او عمل بردوره، فانا بسيب من البردوره دي 50 سنتي، وبعد كده باخد العرض اللي انا جبته من الجدول وابتدي اعتمد القيمه دي بلس ال 50 سنتي. الحاله الثالثه ان انا يبقى عندي ايه، يبقى عندي جزيره وعندي رصيف. في الحالة دي بسيب 50 سنتي من ناحية الجزيرة، وبزود كمان 50 سنتي من ناحية الرصيف. يعني باخد القيمة من الجدول. برضو لو اشتغلنا على نفس الحالة بتاعتنا، لو جينا اشتغلنا على نفس الحالة بتاعتنا اللي هي الحالة ان انا نصف القطر بتاعي 35 وانا شغال على الحالة التانية، فانت بتتكلم في وبرضه بنتكلم على الباسنجر كار يعني عايزين 6 متر. بس بما ان في بردورة حجز، بردورة حجز هنا عندي موجودة في اليمين، في عندي هنا بردورة وعندي هنا كمان في الجهة التانية بردورة. فهنا بسيب 50 سنتي من البردورة واسيب 50 سنتي من البردورة واحط الستة متر، فبزود على الستة متر 50 سنتي يمين و50 سنتي شمال، فبلاقي ان العرض بتاعي زاد ل 7 متر. هي دي الفكرة باختصار في تصميم الرايت تيرن المفصولة بجزيرة. واشوفكم على خير في دروس جاية ان شاء الله.